زبادي السحور جاهز بس في 4 ساعات، متماسك وقوامه حلو جدا وكريمي. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ازاي. جبنا كيلو لبن بلدي من عند اللبان، غليناه وسبناه بعد الغليان لمدة 5 دقايق على نار هادية خالص. علشان نختبر درجة الحرارة ونعمل الزبادي مظبوط لازم نعد من 1 لحد 10، ومن أول 7 نبدأ نحس بالحرارة إن هي موجودة وإيدينا متحملاها. معلقة سكر ودي اختياري علشان خاطر تعادل المزازة بتاعة الزبادي وما يبقاش مزز. الخميرة بتاعة الزبادي وهي عبارة عن معلقتين زبادي عادي، وهنحط عليهم حبة من اللبن، ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا مع اللبن لحد ما يدوبوا فيه. هنبتدي ان احنا نصبهم في كوبايات او في بولات كده زي ما انا عاملة، ونحطهم نرصهم في صينية يكون ليها طرف عالي، ونبتدي ان احنا نحط مية مغلية توصل لحد نص البولة اللي حاطين فيها. وعشان الحضانة بتاعة الزبادي تبقى مظبوطة جدا لازم نغطيه بحاجة تقيلة وندخله مكان دافي لمدة لا تقل عن 4 ساعات. وممكن في النص كده ندفي المكان تاني ونحطهم فيه، وبعد كده بيبقى جاهز معانا وبألف هنا.